السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد ظهيرة اليوم الاثنين ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية عبر تقنية التحاضر المرئي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومدير التربية. وحسب بيان وزارة التربية فإن الندوة خصصت لفحص جاهزية مديريات التربية للتكفل بالزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الرواتب وصبها قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ بعض العمليات المرتبطة بالتسيير، وبخصوص صب رواتب الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية بالزيادة المقررة قبل شهر رمضان. شدد الوزير على إلزامية التقيد بالأجال المضبوطة مع التحلي بالصرامة اللازمة في تسيير هذا الملف. وقد تابع عرضا قدمه مدير الموارد المالية والمادية في هذا الشأن، كما أكد كذلك على وجوب مواصلة تكثيف عمليات مراقبة تجهيزات التدفئة وصيانتها باستمرار حفاظا على سلامة أبنائنا التلاميذ، وتحسيس مدير المؤسسات التعليمية بضرورة السهرة الشخصية على ذلك. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.